بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معانا فيديو جديد، وفيديو النهارده عن الريسيفرات. والفيديو منقسم لجزئين. اول جزء فتح ريسيفر من اصغر الاحجام في السوق للشاشات ال LCD والشاشات الليد. والجزء الثاني هتكلم عن ال HD والفرق بين الريسيفر ال HD والريسيفر العادي. نبدا فتح العلبه. زي ما انتم شايفين ريسيفر فول HD 1080. زي ما انتم شايفين ده الريسيفر، ده بيركب خلف الشاشة. ده الريموت طبعا عارفينه. دي اهم قطعة، ودي بتتلسج من الشاشة من قدام، وده بيبقى خلف الشاشة بحيث انك ولا تحتاج حامل ولا تحتاج اي حاجة. فطبعا الريسيفرات الجديدة دي احسن من الريسيفرات القديمة. وده بتلسق خلف الشاشة، دي بتركب في الشاشة هنا كده، ودي بتتفك وتلسقها خلف الشاشة تلسق كده. ودي نفس الوضع، لزقتين. وحارد امامكم هنا كام صورة هو راكب وانا بركبه. طبعا زي ما انتم شايفين قدامكم هو الريسيفر، هركبه خلف الشاشة ومشغل بعض القنوات. ندخل على الجزء الثاني من الفيديو. الجزء الثاني بيتكلم عن ال HD، الفرق بين الريسيفر HD والريسيفر العادي. ده ريسيفر عادي وده ريسيفر HD، بس ده كمان فول HD. ال HD اختصار هاي ديفينيشن، يعني جودة عالية. طبعا ده ريسيفر عالي بيبقى SD ستاندرد ديفينيشن، يعني جودة قياسية أو عادية. فطبعا بيفرق معاك في رؤية الصورة نفسها، الوضوح والكلير، يعني صورة نقية. فطبعا يوم ما تشتري ريسيفر لازم تشتري ريسيفر يكون HD أو فول HD. الستاندرد اللي هو الريسيفر العادي بيكون جودته 480p أو أقل، يعني 360 240 144. فطبعا الصورة ما تبقاش حلوة خالص، بالذات مع التقدم الملحوظ في الشاشات ال LCD وهنا بتشغل HD وفول HD. فاللي بيفكر يشتري ريسيفر لازم يشتري ريسيفر يا HD يا فول HD. ال HD اللي هي دقة 720p، وفول HD اللي هي دقة 1080. طبعا في دقات أعلى اللي هي زي UHD اللي هي ألترا هاي ديفينيشن، وطبعا دي فوق ال 2K وال 4K. طبعا يعني الشاشات ال 4K وال 2K غالية أصلا. طبعا في بعض القنوات أيضا ما بتعرضش HD، بتعرض اللي هي 480. وكمان يعني انت ممكن لو جايب ريسيفر عادي اللي هو ستاندرد ديفينيشن قناة مكتوب عليها HD مش هتشتغل، لازم يكون ريسيفرك HD او فول HD. طبعا انا بنصح في نهاية الفيديو اللي بيحب يشتري ريسيفر لازم يشتري ريسيفر عليه ضمان، زي ده مثلا عليه ضمان بريفكس. وتاني نصيحة انصحها ان الريسيفر يكون صغير، شاشات ال LCD طبعا ريسيفر زي دي. تالت نصيحة يعني عشان الريسيفر يعيش معاك وياخد فترة طويلة لازم تجيبه HD او فول HD. الريسيفر العادي ده خلاص انتهى، اتمنى محدش يجيبه، واللي عايز يجيب دور على ريسيفر HD او فول HD. وكده انا اكون انهيت الفيديو، ولو حد عنده سؤال يتفضل في التعليقات، واتمنى تعملوا اشتراك في القناة عشان الفيديوهات القادمة. شكرا.